بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم أخواني في الحلقة السادسة والتسعون من شرح أحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث السادس والتسعون يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب فيها في ظلها 100 عام لا يقطعها. متفق عليه. العناوين مقترحة لهذا الحديث: الترغيب بالجنة من شجر الجنة أو الشوق إلى الجنة. أبرز القيم لهذا الحديث: قيمة الثقة واليقين بوعد الله تعالى للمؤمنين الطيبين. ثانيا، قيمة الشوق إلى الجنة. ثالثا، قيمة الزهد في الدنيا الضيقة مقابل ما ينتظر الزاهدين من سعة في الجنة والنعيم. الأساليب النبوية لهذا الحديث: أسلوب التشويق إلى الجنة ببيان بعض ما فيها من بركات وخيرات وسعة وظل ظليل وثمار يانع. الشرح المختصر لهذا الحديث: يعرض لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض ما في الجنة من نعيم ليشوقنا إليها ونحن في دار العمل، على الرغم من أنه قال لنا بأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك من باب التحفيز على الشيء ببيان بعض جوانبه. فإذا كان حجم الشجرة الواحدة هكذا، فما حجم البستان من بساتينها الغناء؟ ولماذا التنافس والاقتتال على دنيانا الضيقة؟ قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرح فتح الباري: وقوله في ظلها أي في نعيمها وراحتها، ومنه قوله عيش ظليل. وقيل معنى ظلها ناحيتها، وأشار بذلك إلى امتدادها. ومنه قوله أنا في ظلك أي في ناحيتك. قال القرطبي: والمحووج إلى هذا التأويل أن الظل في عرف أهل الدنيا ما يقي من حر الشمس وأذاها، ولكن ليس في الجنة شمس ولا أذى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نراكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.